بشرى سارة لكل المصريين. مع قرب شهر رمضان الكريم، وزارة الزراعة استعدت بجدية عشان تخفف الحمل عن جيوب المواطنين وتوفر كل اللي البيت محتاجه بأسعار زمان. الوزارة قررت تفتح 3 معارض كبيرة في أماكن حيوية زي المتحف الزراعي في الدقي، باب الشعرية، ومنشية ناصر. المعارض دي هتبدأ تستقبل الناس خلال أسبوعين من دلوقتي، وهتفضل شغالة لمدة 45 يوم عشان تغطي احتياجات الشهر الكريم بالكامل. المفاجأة الحقيقية في الأسعار والتخفيضات اللي هتوصل ل 50% في بعض السلع. اللحوم البلدي سعرها في المعارض هينزل ل 250 و 280 جنيه، وفي وقت بتتباع فيه بره ب 450 جنيه. اللحمه الضاني متوفره بسعر 300 جنيه للكيلو. يميش رمضان تخفيضاته هتوصل ل 40%. الدواجن عليها خصم 25%، وكرتونه البيض هتبقى ارخص من السوق ب 15 جنيه. الهدف من التحرك ده هو كسر احتكار الاسعار وتامين السلع الاساسيه لكل بيت مصري بجوده عاليه وسعر على قد الايد. لو حابب تعرف اماكن اقرب منافذ ثابته تابعه للوزاره في محافظتك حاليا قبل المعارض الكبيره ما تفتح، تابعنا على جو جي بي.